اتمنى تكونوا شايفيني كويس. وانا بشرب ميه في ازازه مش بلاستيك يعني، وده علشان اسباب صحيه، عشان البلاستيك بيسبب ب... هي دي بتاعت شربات بس احنا استخدمناها يعني. نفكنا من الازازه ونتكلم بقى في موضوع ثاني. بس اتاكد ان دلوقتي الشباب عايزه تسافر، وانا واحد من الشباب دي. ودلوقتي انت لو عايز تسافر ده معناه ان انت لازم يبقى معاك لغه، وبما ان انت لازم يبقى معاك لغه عشان انت عايز تسافر، فانا جاي اقول لك شويه نصايح كده علشان تتعلم لغه، وعلشان بص يا صديقي، لو انت مش في كلية لغات انت محظوظ، لان انت هتذاكر لغة انت مش مجبر تذاكرها. دي اخبار سارة، دي حاجة حلوة. مبدئيا انت هتذاكر لغة انت مش مضطر تذاكرها، انت المفروض يعني عايز تذاكر اللغة دي علشان انت عندك هدف، عايز تسافر، عايز تشتغل فيما بعد يعني، تشتغل بره مصر او تشتغل برضو باللغة. لو انت مثلا بتتكلم لغة بتجيب فلوس كتير فتشتغل باللغة في مصر، ايه المشكلة؟ المهم، يبقى احنا رسينا ان احنا لازم نتعلم لغة. رقم واحد، انت كلنا بنتعلم اللغة بنفس الطريقة، يعني كلنا بنتعلم اللغة بطريقة واحدة، ألا وهي ال comprehensible input. input يعني مدخل، حاجات بتدخلها لدماغك، يعني اللانجوج وانت بتقرا مثلا ده اسمه input. comprehensible دي معناها مفهوم. انت لو ما انتش فاهم انت بتدخل ايه لدماغك انت مش هتتعلم. وبالمناسبة انا كنت عامل فيديو اسمه الباسيف ليرنينج، فده بيتعارض مع الكلام ده. هو اكشلي مش بيتعارض، وانا فاهمك ليه دلوقتي. وتقريبا الفيديو بتاع الباسيف ليرنينج انا هسيبه لك هنا في مكان ما هنا في الاي دي. لو انت بادئ تتعلم لغه وانت ما عندكش ادنى معلومه عنها، او ما عندكش اي باك جراوند، يبقى انت كده محظوظ. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت لازم تتعلم بطريقه الكومبرهنسبل انبوت. الفيديو ده هيوضح بالظبط قصدي ايه. Here's lesson number one. Wir werden jetzt anfangen, Deutsch zu lernen. Und ich möchte im Voraus sagen, dass nach meiner Meinung Deutsch ist eine sehr schöne Sprache. Und ich hoffe, dass Sie alle sehr viel Erfolg mit Deutsch haben werden. Das ist meine Hand. Verstehen Sie das? Hand? Everyone say, yeah, I can hear you, even though it's a TV audience. Good. Kopf. Das ist mein Kopf. Verstehen Sie Kopf? Ja? Gut. Kopf. Ist gut, ja? Schön. Kopf. Das ist Mr. Spock, ja? Mr. Spock hat zwei Ohren. Ohren. Verstehen Sie Ohren? Er hat zwei Ohren. يعني على سبيل المثال Gabriel tiene dos ojos, una nariz muy pequeña. Gabriel tiene un bigote y sus labios son rojos. Tiene dos orejas. A Gabriel le gusta jugar los deportes. وش انت لو ما تعرفش حاجة في الاسباني فانت مش هتفهم اي حاجة. انما مثلا انا لو بدأت ارسم لك جابرييل، ورسمت لك راس جابرييل، وقلت لك جابرييل tiene dos ojos و una nariz pequeña، وعملت لك كده بيكانيا بيكانيا، فانت كده هتفهم. بيكانيا دي معناها حاجه صغيره. يعني انت لازم تبقى شايف مثلا، او وصلت لك الرساله، مش مجرد بتدش وتحفظ، لا انت لازم المسج تبقى مفهومه. 3 حاجات في البروسيس بتاعت ان انت تكتسب لغه. بص، هو موتيفيشن ده كده كده وش هيروح، فانت عشان تبدا اوكي حلو موتيفيشن، بس عشان تكمل انت لازم يبقى عندك كونسيستنسي. فكك من الموتيفيشن بقى، انت خلاص انت خدت قرار هتحط مثلا ساعتين 3 ساعة ايا كان اللي هتحطه في اليوم، يبقى خلاص stick to it. ما تقعدش بقى ايه رقم 2، الانكزايتي اللي هو التوتر او القلق. ليه تبقى متوتر وانت بتتعلم؟ علشان تكتسب لغة لازم ما تبقاش متوتر. ولو انت في مكان بيدي كورسات والمكان ده مسبب لك توتر، سيبه. تاني، لو انت بتتعلم في مكان مسبب لك توتر، سيبه، لان دي مش هتبقى اسرع ريزلت هتاخدها. او على الاقل قول لهم، يعني قول لهم انا متوتر ودي مش الطريقه اللي بتمشي معايا. انت دلوقتي في سنتر مثلا، او في مكان او بتاع كورسات، والراجل سايبك براحتك ومسموح لك تشارك لما تبقى عارف. بذمتك انت هتبقى مركز اكتر ومستريح كده، غير لما تكون مثلا كل شويه حد عمال يطلع على السبوره وانت تعالى اطلع اشرح لي اللي انا قلته قبل كده. شغل بجد. دي بقى الكليه بتاعتنا، ما حدش يخش الكليه بتاعتنا. السيلف ستيم، هتقعد تميجر البروجرس بتاعك، اللي هو التقدم بتاع مستواك كل يوم والتاني هتلبس في حيطه. اللغات ما ينفعش تقعد تقيس فيها تقدم كل يومين، كل اسبوع برضو ما ينفعش يعني. فاهم؟ الحاجات دي ما بتبانش غير بعد
شهور يعني الناس علشان تحس فعلا بتطور في اللغة بتاعتها يعني يلزمها على الأقل شهور يعني عشان تحس فعلا بفرق ما بين الشهر والشهر. هتبدأ تحس فرق. فترات قصيرة بلاش، عشان السيلف ستيم بتاعك هتقول ده أنا تعبت على الفاضي مش عارف ايه. لا، اشتغل واعمل اللي عليك وخلاص، سيبها على الله. بس فبالراحة كده على نفسك، مش كل مثلا ما تلاقيش بروجرس اللي انت عايزه تقعد تتقفل وتقول انا مش مذاكر تاني، انا مجهودي بيضيع على الارض. لا، مش ما بتتحسبش كده. هو في اليوم الواحد انت مثلا مطالب ان انت تعمل كذا، يبقى تعمله وخلاص وتراجع عليه. هتحس بالفرق في اليوم على التارجت بتاع اليوم، مش على التارجت الكبير اللي انت عايزه. الموضوع عامل بالظبط كأنك سدد الحوض مثلا، والحوض بينقط نقطة كل يوم وانت مسافر. يعني لو جيت بعد يوم مش هتلاحظ فرق، لو جيت بعد برضه اسبوع مش هتلاحظ فرق قوي، لو جيت مثلا بعد شهرين هتبدأ تلاقي الحوض اتملأ. فالموضوع ماشي كده. كويزلت في ابلكيشن تحفة، وده مش سبونسر للأسف. الفلاش كارد ده كأنك مثلا ثانية زي دي كده، مثلا كلمة هاي بالانجليزي، هي دي هاي بس مقلوبة، هي كلمة اولا بالاسباني. الابلكيشن انت بتدخل الكلمة وهو بيترجمها اوتوماتيك، وفي خاصية ان هو الصوت يشتغل اول ما الكلمة تظهر. نزلوه، الابلكيشن حلو. مش انا اللي عامله والله، بس هو حلو فعلا. مثلا لو انت بتصحى من النوم تمسك الموبايل بتفتح الفيسبوك، لا بدل ما تمسك الفيسبوك وتقعد تضيع وقتك مثلا، او اوكي احنا بنضيع وقتنا كلنا، بس مثلا بدل ما تبدا اليوم بان انت تمسك الموبايل وتفتح الفيس، لا ابداوا بكويزلت، وزي ما تقول كده راجع على الحاجات اللي انت كتبتها واللي انت ذاكرتها قبل كده، وبعد كده ابدا يومك بقى. لان اول ما بتصحى من النوم انت المعلومه بتبقى زي ما تقول كده بترشق. يعني اول حاجه مخك دي اول معلومه تخش له من اول اليوم. فاهم الموضوع بيبقى حلو. اسال برضو لو انت مثلا عايز تتعلم لغه، الماني، اسباني، كده ايا كانت اللغه، حاول تشوف ناس اتعلمتها وجمع منهم المصادر مره واحده كده، واعرف اسرع طريق. يعني عشان ما تقعدش تشتت نفسك، تبقى خلاص انت مثلا بيبقى عندك المصادر او اللينكات بتاعت مثلا الشانلز او الماتيريال او الكتب اللي انت هتطبعها. الحاجات دي انت قررت تتعلم لغه، اطبعها او اعملها مره واحده كده، او اللي هو ايه يعني حدد انت هتعمل ايه او هتذاكر منين. اسمع من الشانل دي والشانل دي والشانل دي بسرعه كده، وشوف اكتر واحد انت مستريح معاه، وهو ده بقى اللي هيمشي معاك لحد اخر المشوار. انا مش عارف، انا حاسس انا بتكلم بسرعه، بس انا عايز اختزل الوقت بتاع الفيديو بصراحه. يعني هو الموضوع مش صعب، بس هو محتاج شويه وقت، وكلنا يعني في ايد بعض عشان نساعد بعض، عشان نكمل وما نزهقش. بس ده الفيديو بتاع النهارده. لو عندك اي اسئله بخصوص اي حاجه اقدر اجاوبك عليها، اسالها وانا هجاوبك ان شاء الله. وبس اشوفك في الفيديو اللي جاي. يعني ما تنساش بقى تعمل لنا فولو على شويه الحاجات اللي ممكن تبان هنا كده، واشوفك في الفيديو الجاي.